أكيد لما بنسمع مصطلح سفينة كل اللي بيجي في دماغنا السفن العادية زي سفن الشحن والبضايع مثلا أو السفن اللي بنسافر بيها وسفن عادية غيرها كتير. ده غير الغواصات اللي كلنا عارفينها وإنها بتنزل بالكامل تغوص تحت المية في البحر أو المحيطات. ولو صغرنا بالحجم بنلاقي البواخر واللانشات والمراكب وموتوسيكلات البحر ومركبات غيرها كتير. ومن أشهر السفن على الإطلاق السفينة RMS تايتانيك أو سفينة تايتانيك، واللي كانت أكبر سفينة ركاب في العالم، وكان طولها تقريبا 270 متر، وهي صاحبة أكبر الكوارث البحرية على مر التاريخ لما غرقت سنة 1912 وتحديدا في شهر إبريل. كل ده عادي جدا، لكن اللي مش عادي بقى السفينة اللي هنتكلم عنها النهاردة. أهلا بيكو ويلا بينا نتعرف على أغرب سفينة على الإطلاق. RV فليب واحدة من أكتر سفن الأبحاث تميزا وإبداعا في العالم. سفينة الأبحاث دي مش مجرد سفينة، لكن هي منصة أبحاث عائمة ليها القدرة على التحول بشكل مذهل. اتبنت سنة 1962 وده كان بالتعاون بين البحرية الأمريكية ومؤسسة سكرابس لعلوم المحيطات. تم بناء السفينة دي في حوض بناء السفن في غريندل في واشنطن، والمشروع الطموح ده كان بيهدف لتطوير منصة بحثية ثابتة لدراسة المحيطات بشكل دقيق. ال RV فليب بيبلغ طولها حوالي 108 متر ووزن حوالي 700 طن، بس مش ده المميز. اللي بيميزها فعلا هو تصميمها الفريد من نوعه اللي بيسمح ليها بالتحول من الوضع الأفقي للوضع العمودي. ايوه زي ما انت شايف كده بالظبط. في الوضع الأفقي تبان انها زي اي سفينة عادية قادرة على الإبحار في المحيطات، ولكن لما بتوصل لموقع الدراسة بتقوم بعملية الانقلاب، يعني فجأة هوب بتلاقيها بقت واقفة على حيلها من غير سحر ولا شعوذة. بتشتغل السفينة في أماكن كتير حول العالم زي المحيط الهادي والمحيط الأطلسي، وبيتم نقلها عن طريق زوارق قطر إلى مواقع البحث. واللي ما يعرفوش إيه هي زوارق القطر، فهي زوارق صغيرة بس جبارة بتستخدم في جر السفن الكبيرة علشان تنقلها من مكان لمكان آخر. طيب عملية الانقلاب أو التحول دي بتتعمل إزاي بقى؟ بفضل خزانات المية الموجودة في الجزء الأطول من السفينة اللي بيشكل حوالي 91 متر من طولها. بيتم ملء الخزانات دي بالمية، فبينقلب الجزء الأطول من السفينة ويغطس في المية، وبيبقى فاضل الجزء الأقصر اللي بيبلغ 17 متر بس فوق السطح. الوضع العمودي ده بيخلي السفينة مستقرة جدا حتى في الأمواج العالية، وعلشان تتم عملية الانقلاب دي بتاخد وقت حوالي 28 دقيقة. RV فلاب بتستخدم علشان تعمل مجموعة متنوعة من الأبحاث البحرية زي علم الصوتيات البحرية لدراسة الانتقال الصوتي تحت الماء. بيتم استخدام البيانات دي لدراسة التواصل بين الثدييات البحرية مثل الحيتان والدلافين، وكمان لتطوير تقنيات سونار متقدمة. والأبحاث العسكرية اللي بيتم استخدام البيانات بتاعتها لفهم كيفية اكتشاف الغواصات والأجسام التانية اللي تحت المية، وده بيساعد في التطبيقات الدفاعية. تاني حاجة التفاعلات بين المحيط والغلاف الجوي، بتساعد الأبحاث دي في فهم كيفية تبادل الحرارة والرطوبة بين المحيط والغلاف الجوي، وده أمر ضروري جدا لتحسين نماذج الطقس والمناخ. وأبحاث العواصف اللي بتساهم في دراسة تأثيرات العواصف على المحيط وكيفية تفاعل الغلاف الجوي مع سطح المحيط أثناء العواصف. تالت حاجة دراسة التيارات البحرية علشان بتوفر بيانات دقيقة، وده بيساعد في فهم حركة المياه على السطح وفي الأعماق. والنقل الحراري عن طريق دراسة كيفية نقل الحرارة عبر التيارات البحرية وتأثيرها على المناخ العالمي. رابع حاجة علم الأمواج، يعني بتساعد في فهم كيفية تكوين الأمواج وانتشارها عبر المحيطات وتأثير الرياح على حركة الأمواج وسلوكها. ومش ناسيين الكيمياء البحرية، يعني بتقوم بتحليل مكونات المياه البحرية بما في ذلك الملوحة الحموضة والمواد الكيميائية الأخرى والتلوث البحري علشان نعرف مستويات الملوثات وتأثيرها على البيئة البحرية. ده غير البيولوجيا البحرية لدراسة تنوع الكائنات الحية في مختلف الأعماق البحرية، والتكيف البيولوجي لفهم كيفية تكيف الكائنات البحرية مع بياناتها المختلفة والتغيرات المناخية. ودي بعض الأمثلة عن المهمات والأبحاث اللي ساهمت فيها السفينة دي. أولا دراسة صوتية للثدييات البحرية، ودي كانت في شمال المحيط الهادي، وكان الهدف من الدراسة دي تسجيل وتحليل أصوات الحيتان والدلافين لفهم سلوكها وتواصلها. والنتيجة كانت إنها جمعت بيانات مهمة حول أنماط التواصل بين الحيتان وقدرتها على تحديد مواقع الأكل.
تاني حاجة مشروع الكلايموت اللي كان في شمال المحيط الأطلسي، وهدفه دراسة التفاعلات بين المحيط والغلاف الجوي وفهم ديناميكيات المياه الطبقية، والنتيجة كانت تحسين النماذج المناخية وفهم أفضل لكيفية تأثير المحيطات على التغيرات المناخية. تالت دراسة هي دراسة الأمواج الطويلة، ودي كانت في المحيط الأطلسي برضو، وكان الهدف منها قياس وتحليل الأمواج الطويلة وتأثيراتها على السفن والمنشآت البحرية، والنتيجة هي تقديم بيانات هامة لتحسين تصميم السفن والمنصات البحرية لضمان سلامتها واستقرارها. تشغيل RV فليب بيحتاج فريق من المهندسين والعلماء الماهرين علشان عملية الانقلاب والتحول من الوضع الأفقي إلى الوضع العمودي مش سهلة خالص، وبتحتاج تنسيق فظيع قبل ما تتقلب، وكمان الشغل على منصة مائلة بيتطلب تكيف خاص من الفريق العلمي، ومع ذلك فالتحديات دي بتعوض بقدرة السفينة على تقديم بيانات دقيقة ومستقرة. وعلشان كده الطاقم اللي بيبقى على متن السفينة بيكون 5 أفراد و11 عالم تقريبا. أما بقى عن المعدات اللي بتبقى على السفينة فهي بتكون معدات بحثية متقدمة زي أنظمة السونار اللي بتستخدم لاكتشاف وتحليل الأجسام تحت المية والتضاريس البحرية، وكمان زي محطات الطقس العائمة اللي بتساهم في جمع البيانات الجوية اللازمة لدراسة التفاعلات بين المحيط والغلاف الجوي، وأجهزة قياس الطيارات اللي بتستخدم لقياس سرعة واتجاه الطيارات البحرية، ده غير مستشعرات كيميائية لتحليل مكونات المية وتحديد مستويات الملوثات. وبيتم تحديد الأجهزة والمعدات دي باستمرار لضمان دقتها وفعاليتها مع التطور التكنولوجي اللي بقينا عايشين فيه. أما بالنسبة للحوادث والكوارث اللي ممكن تكون حصلت للسفينة دي قبل كده، فحب أقول لكم إنها لم تتعرض لأي حوادث أو كوارث من قبل، من أول ما اشتغلت من الستينات ولسه شغالة بكل أمان واستقرار. ومن أهم عوامل الأمان فيها إنها بتتحول للوضع العمودي علشان بتقدر تثبت نفسها كويس في المحيط، ناهيك بقى عن الصيانة الدورية اللي بتتم بشكل صارم جدا علشان يتأكدوا من كفاءتها. من بداية انطلاقها في الستينات قدمت RV فليب إسهامات حرفيا لا تقدر بثمن في فهمنا للمحيطات، ورغم التقدم التكنولوجي الكبير في مجالات الأبحاث البحرية لكن تظل RV فليب أداة لا غنى عنها للعلماء وللعلم. السفينة لسه في الخدمة لحد دلوقتي وبتواصل مهمتها في تقديم رؤى جديدة حول أعماق المحيطات. بس كده خلاص، مستنيكوا تكتبوا لنا في التعليقات ايه المعلومات اللي كانت بالنسبة لك جديدة ومذهلة، وايه المعلومات اللي دايما بتدوروا عليها ومش لاقينها علشان نتكلم عنها في الحلقات اللي جاية. اهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، واستنونا في الحلقة الجاية.